ولهذا سعيدين في هذه اليوم المباركة التي هي يوم الجمعة. إخواني وآبائي، إن القرآن الكريم تحصين علمي، بل هو تربية للنفوس وربط قلوبنا بكلام الله عز وجل، وهو منجز عظيم يعكس عزيمة وتفاني للجهود. وفي هذا الحفل نكرم هؤلاء الطلاب الدقيق. الآن نكرم 17 طالب، وبعد ذلك سنكرم بعد العصر، والبنات بعد الساعة 4. والكلمة الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله ورسوله وصفيه بين خلقه وخليله. أشهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الله به الأمة وكشف الله به الغربة والظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه. فتح الله به العقول، فتح الله به آذانا صما واعينا عميا وقلوبا غلفا. محمد بن عبد الله الذي كنا قبله شعور نعمتنا، أظافرنا طويلة، تاريخنا متخلف، نعيش في الطين. فأتى هذا النبي الكريم فأخرجنا من الظلمات إلى النور، أخرجنا من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل السلطان، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا، من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. محمد بن عبد الله النبي الذي علم المتعلمين، والقائد الذي قاد سفينة العالم الحائرة في خضم المحيط إلى شاطئ الله رب العالمين. محمد بن عبد الله طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفاؤها ونور الأبصار وضياؤها. ثم أما بعد، أحيي هذه الوجوه النيرة، أحيي جميع الآباء، أحيي جميع الطلاب، أحيي جميع الضيوف، ونقول لهم حللتم أهلا ونزلتم سهلا، وحياكم الله تحية طيبة مباركة خاصة. وأحيي هذا الجمع المبارك وهذه المحطة القرآنية الربانية الإيمانية التي من خلالها ندرس نتعلم فيها كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم الذي به فلاحنا ونجاتنا وفوزنا يوم القيامة. القرآن الكريم الذي من تمسك به هدي إلى صراط مستقيم، ومن تركه وأعرض عنه هلك وضل. ثم أما بعد، يقول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذه عاقبة من يعرض عن ذكر الله عز وجل، وهو الكتاب الذي فيه فوزنا وفلاحنا يوم القيامة. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، بمعنى أن خير الناس